والسعوديه كسبوا مكاسب مهوله جدا. كسبوا مكاسب مهوله جدا في بيع النفط في ال40 يوم. وسائل الاعلام الايرانيه بتتحدث ان الحصار هيضر العالم وليس ايران، وترامب مشكورا وسائل الاعلام الايرانيه بتوجه له شكر ان عمل اللي عايزاه ايران وبيرفع سعر النفط في العالم. قلت لك امبارح البس عشان خارجين، وخروجه مش لطیفه. میگیم محاصره، مثلا من محاصره کردم، این که افتادن در پازل ایرانه. ایران از همون اولی حرف زده، گفته اگه قرار باشه توی منطقه اتفاقی برای من بیفته و من بخوام ضرر بکنم، شما به من حمله کنید، کل منطقه و کل دنیا ضرر خواهد کرد. این نکته کلیدیه. دیروز هم در بیانیه بالاخره شهیدم فرموده بود اگر جنگی رو آغاز بکنید جنگ منطقه‌ایه و منطقه‌ای شده. این فقط به منطقه نیست، چون آنچه که در منطقه اتفاق میافتد تأثیر روی دنیا خواهد گذاشت. کارهایی که اینا اینجا انجام میدن توی خودشون میدونن. شما ببینید این فنحن الآن في معركة العض على الأصابع بالمعنى الحرفي للعض على الأصابع. قبل انتهاء الهدنة اللي مستني نتنياهو انتهائها على حر من الجمر للعودة للحرب. ترامب في اضطراب شديد جدا وسط الضغوط اللي عليه بسبب استمرار الحرب. الصين ابتدت تدخل على الخط بشكل واضح. الرئيس الصيني لأول مرة بيقول إنه مش موافق على قانون الغاب. لأول مرة صديقه الرئيس الصيني بيتحدث إنه غير راضي إطلاقا على قانون الغاب. ده أثناء لقائه بمين بقى؟ ببيدرو سانشيز رئيس وزراء أسبانيا اللي ذهب لبيجين في خطوة حقيقة تماثل ذهاب أمريكا للأمر في ذلك التوقيت تحديدا. العالم القديم سينتهي ولن نسمح بقانون الغاب. رئيس الصين في أول تصريح مباشر. لقد وجدت في هذا اللقاء تفاهما ورغبة في العمل لتحقيق ذلك التوازن. هذا يعكس واقع العالم وتعدد أقطابه والواقع الجديد الذي نعيش فيه. الصين قوة عظمى وتلعب دورا أساسيا في مستقبل العالم، وكما ذكرت فإن بكين ليست محيط العالم بل هي أحد مراكزه. نحن لا نريد كسر الجسور بل نريد توثيق الروابط بين الأمم. يجب أن ندافع عن المبادئ الأساسية والجوهرية. لا يمكننا السماح للماضي بأن يخنق المستقبل. نحن نرفض قانون الغابة ونؤيد نظاما دوليا قائما على القواعد والعدالة. يجب أن نعمل معا لمواجهة التحديات العالمية مثل حالة الطوارئ المناخية وعدم المساواة. هذا النظام العالمي الجديد يجب أن يجلب الازدهار للجميع. نحن ندافع عن القانون الدولي في جميع المحافل والعواصم. نحن مستعدون لتقديم الحلول وتجديد النظام متعدد الأطراف لتحقيق الاستقرار. حد على البث كاتب الصين عندها حدود مع 7 دول بس. كلام غير الكلام اللي انتم بتقولوه يعني. لا، هو ده مش دقيق. حضرتك احنا بنتحدث عن الحدود البرية والبحرية. حضرتك بتتحدث عن الحدود البرية بس اللي هم 7 دول. ايه الحدود البرية ال7 دول اللي مع الصين بريا؟ العراق وتركيا، أرمينيا وأذربيجان وتركمانستان وأفغانستان وباكستان. دي الحدود البرية. طيب بتمتلك حدود بحرية مع دول الخليج كلها. السعودية، البحرين، الكويت، قطر، الإمارات وسلطنة عمان. ماشي؟ طيب عندها كمان كده بتطل إيران على بحر قزوين. فعندها حدود مائية مع روسيا وكازاخستان. فكده تكتمل عدد الدول. كل الدول دي تقدر تعمل معاهم تجارة مباشرة. واخد بال حضرتك؟ كل الدول دي تقدر تعمل معاهم تجارة مباشرة. الصين اصلا وقت حصار قطر، ايران اصلا ما اعرفش الصين داخله النهارده عشان داخله جامد في الحكايه، سامحوني. ايران اصلا وقت حصار قطر، ايران بترتيب من المولى عز وجل هي اللي انقذت قطر. ما فيش علبه حليب وقت حصار قطر، وقت حصار قطر هي اللي انقذت قطر. يعني لما قطر كانت محاصره ما فيش علبه لبن نقصت في السوق القطري بفضل الله طبعا عز وجل، ثم ايران وطبعا تركيا، بس ايران في المقام الاول. ايران هي اللي فتحت حدودها الجويه لقطر. انت عارف كان الحصار بري وبحري وجوي، فانت قطر معزوله عن العالم، تسافر طياراتها ازاي؟ اللي هي الخطوط القطريه والاماراتيه هي يعني نقطه الارتكاز، المطارات اللي بيتم التبديل فيها للي رايحين شرق اسيا.
يعني هي دي المطارات اللي تاخد منها طيارات بقى لاندونيسيا وبنجلاديش وجزيره بوكيت، كل الحاجات اللي في الطرف الاخر ده ايران قطر والامارات هم اللي فيها. فدي الحدود البريه والبحريه للصين. بيدرو سانشيز اتسال من الصحفيين الاسبان ترامب ممكن يزعل من التصريحات بتاع الصين، واضح انكم قاصدين ترامب. قال له ما يزعل ترامب ولا يتفلق. قال له هي بقت كده؟ قال لك ايوه بقت كده، احنا بنقول الصح. Xi Jinping, precisamente, cuando le hablaba de la evolución del mundo, de la ley de la selva, de estar en un lado o en otro de la historia, ¿teme que esto se interprete como algo ofensivo para Donald Trump, para la situación en este momento global del mundo? Yo creo que España ha tenido una posición coherente en materia de política exterior y no debe de ofenderse nadie, al contrario, respetar el derecho internacional, respetar un orden internacional basado en reglas, donde no prospere la ley del más fuerte y por tanto la ley de la selva, donde todos obedezcamos ese marco institucional que nos dimos después de la Segunda Guerra Mundial y que ha traído la mayor época de prosperidad y de paz en el mundo, me parece que es de puro sentido común. Es más, creo que es en el interés de todas las naciones y particularmente en el interés de naciones medianas, como es el caso de España y en buena medida todas las que componemos el mundo y particularmente Europa, que es a la región a la que nosotros pertenecemos y al proyecto al que nosotros pertenecemos, es en el interés de España y de la Unión Europea el que ese sistema multilateral sea respetado. Y ese sistema multilateral no está siendo respetado hoy. Hoy la legalidad internacional se está atropellando. Y no solamente eso, sino aquellos que alzamos la voz en contra de aquellos gobiernos que están violando el derecho internacional, tenemos que vernos contradictoria y paradójicamente sometidos a la amenaza de esos países. Por tanto, desde luego nosotros no vamos a tener ningún problema en continuar estando del lado correcto de la historia, de defender lo que consideramos que es justo, que sin duda alguna es legal. قال لك احنا مع الصح، وترامب اللي بيعمله ده مش الصح، واحنا مع عالم متعدد الاقطاب، وده بيخدم الدول المتوسطه اللي زينا وزي كتير جدا من العالم. دلوقتي بيتم سحق القانون الدولي. يزعل بقى. احنا سنقف في الجانب الصحيح من التاريخ، احنا مش موافقين على اللي بيحصل لا في ايران ولا غزه ولا لبنان. Por supuesto, creo que además esto no solamente es algo que comparte en mi caso el gobierno de coalición que yo presido, sino que creo que hay una amplísima mayoría de ciudadanos y ciudadanas en nuestro país que no quiere las guerras, que lo que quiere es paz, que lo que quiere es estabilidad, que lo que quiere es justicia, que no haya impunidad, que aquellos que cometen violaciones o genocidios, como es el caso que estamos viendo en Gaza y esperemos no ocurra lo mismo en el Líbano, pues no sean crímenes que queden impunes. Porque es así como se tiene que construir el orden internacional, no a base de impunidad, sino a base de legalidad. Eso es lo que vamos a defender, y no solamente por una cuestión moral, que también, sino sobre todo por un interés general. Y al mismo tiempo que lo que buscamos es una paz justa y duradera en Ucrania, lo que queremos es que se respete, por ejemplo, en Oriente Medio, la legalidad internacional. Y la legalidad internacional hoy está siendo violada fundamentalmente por un país, que es el gobierno de Israel. También hay una contestación absolutamente ilegal por parte del régimen iraní respecto a una guerra que nosotros hemos calificado desde el primer minuto como un error y como una ilegalidad, que es la iniciada unilateralmente por la administración estadounidense y también por la administración israelí. Por tanto, creo que en momentos como este, donde de manera abierta se está cuestionando ese orden internacional, donde hay mucha incertidumbre y donde mucha gente, pues, de manera normal, razonable, se siente angustiada por qué es lo que pasará en el presente y en el futuro del mundo, también el que le vamos a dejar a nuestros hijos y a nuestros nietos, pues creo que lo más importante es volver a los principios. هي كل مرة بيتحدث بيدرو سانشيز يزداد احترام العالم ليه. كل مرة بيتحدث بالمنطق والحق وعدم الانصياع. وخليني اقول لك انه مواقف اسبانيا كان واحد من الاسباب اللي ربنا سببها عشان اسبانيا تاخد هذا الموقف هو مدينة برشلونة. تعرف برشلونة والكتالان عندهم يعني رغبة شديدة في الانفصال. الرغبة دي ازدادت بعد الاولمبياد 92 تقريبا.
اتعملت في برشلونه، وبرشلونه بقت اسم عالمي وبقت تجاره يعني كبيره جدا، وبتحقق مدخول كبير جدا سنويا سواء من السياحه او الصناعه والاقتصاد. فبرشلونه مع بدايه الطوفان خدت موقف استثنائي وقطع علاقتها مع الكيان. فكأن برشلونه وكأنها زايدت على الحكومه الاسبانيه اللي في بينهم مصانع الحداد. يعني كاتالونيا غير خالص، يعني لما تزور برشلونه حاجه واسبانيا حاجه تانية، مدريد حاجه تانية. يعني على فكره مدريد مدينه مغلقه في النص ما تطلش على بحار خالص. فبرشلونه بالموقف القوي اللي خدته الاول وضعت كمان الحكومه الاسبانيه. ده ليس ان الحكومه الاسبانيه يعني عامله كده كمبادئ ولا كده، لكن بقول لك بيبقى فيه اسباب، وكان واحد من تلك الاسباب هو الموقف اللي خدته برشلونه. كانت اول مدينه في العالم تقطع علاقتها مع الكيان تماما. حقيقه الكيان هتشوفوا النهارده جديد ايطاليا وانضمام، يعني في مرحله عزله. الله يرحم صاحب العصا ويسكنه في الفردوس الاعلى بلا حساب ولا سابقه عذاب ولا نزكي على الله احد. اسرائيل في حاله عزله النهارده. ايطاليا شفت ميلوني دي مجرمه، لكن الحكايه فين بقى؟ ده درس المجر، انه كل بقى ايه بياخد خطوه بعيد عن ترامب ونتنياهو، بقى عاملين زي السرطان. ربنا يسلمكم ويسلمنا ويسلم الجميع. بقى الكل بيتحاشى. تخيل حضرتك ترامب قالها مرتين، الكل بقى يتحاشى امريكا وعايز يعمل معاها خطوه. انا وريتك امبارح حلفاء ترامب اللي ايدهم كلهم سقطوا، كلهم سقطوا. المانيا بتاخد خطوه عن اسرائيل. تخيل انت، ده مش عشان لا سيبك من اخلاق ولا مبادئ، دي صناديق انتخابات. كل التقارير بتقول ان دول بقوا عاملين زي السرطان، اللي بيقترب منهم بيتضرر. بيدرو سانشيز قال لك انا ناقشت مع رئيس الصين ان احنا عايزين عالم متعدد الاقطاب، واهلا بالصين كقطب جديد، مش عايزين قطب واحد تاني. سمعنا يا ترامب؟ هكذا تحدث بيدرو سانشيز. He tenido la oportunidad de comentar con el presidente Xi las reformas que nuestro sistema multilateral necesita para reconocer de mejor manera la realidad multipolar del mundo de hoy. También de debatir sobre la grave situación en Líbano, en Gaza, en Irán, en el estrecho de Hormuz, sin duda alguna también en Ucrania. Y también desde la perspectiva de España de animar al gobierno chino a continuar contribuyendo de forma activa a reforzar ese sistema multilateral y a eso que los expertos llaman la provisión de bienes públicos globales. Es decir, que China, como una gran potencia que es, aumente sus esfuerzos para combatir la emergencia climática, como está haciendo, también contribuya a reducir la pobreza, como lo está haciendo, y también, lógicamente, que contribuya con su hacer diplomático a resolver conflictos y guerras que asolan al mundo. بيدرو سانشيز: نحن ندعم الصين كقطب ثاني في ذلك العالم. En el interés de España y de Europa, el estrechar lazos con China, el construir agendas positivas con China, el definir una relación abierta desde el respeto, desde el espíritu pragmático y desde una visión de prosperidad compartida entre ambos bloques regionales. En definitiva, lo que queremos es poder contribuir de forma activa a la creación de un nuevo orden global que traiga la paz definitivamente al mundo, singularmente aquellas regiones en donde, bueno, por proximidad a la Unión Europea, hoy estamos viendo cómo se están sucediendo guerras, no solamente crueles, sino también ilegales e interminables, y finalmente, además de la paz, que traiga prosperidad para todos. مدير وكالة دولية للطاقة الذرية للإيكونومست على إيران عندما تسمح الظروف تسهيل دخول مفتشين لليورانيوم. قلنا أنه لا يوجد برنامج منهجي واضح لدى إيران لإنتاج سلاح نووي. ده مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية. ترامب يطلع يلعنه. لإزالة الشكوك طلبنا من إيران التعاون، لكن ذلك لم يكن كما ينبغي. لا يمكن إيقاف برنامج إيران النووي عسكريا. ده مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية. لا يمكن إيقاف البرنامج النووي لإيران عسكريا. طيب، في انقلاب أوروبي دلوقتي أعتقد بقى واضح، مش محتاج هبدة يعني عشان يصلوا إليه، على ترامب وتابعه أفة. بيحدث الآن. حلفائه في أوروبا بينقلبوا عليه وبيترموا حليف ورا الآخر في أحضان الصين. القصة ليست بيدرو سانشيز لوحده،
دلوقتي التحالف مع ترامب ونتنياهو بيخسر اي سياسي في العالم الا السياسيين اللي عندنا، لان احنا مش شعوب، احنا شويه عبيد، لا في انتخابات ولا في اي حاجه. يجي الحاكم يتبول ويتبرز على الشعب عادي جدا، والشعب يقول له انت بابا وانت ماما وتبولك ده احسن من المطره، واحنا شعوب بره اللعبه، وارتضينا الدنيا وان احنا نعيش اذلاء حقراء. ده وضعنا يعني، ولا انا ببالغ في اي حاجه؟ احنا مالناش اي قيمه. ليه؟ فالزعيم ما بيعملش ليك اي قيمه، لانك مالكش صندوق انتخابات تقدر تحط فيه صوتك. فاحنا عندنا الموضوع العروش اصلا مرتبطه بترامب ونتنياهو، ويسقطوا ان شاء الله جميعا باذن الله. فانما في العالم اللي فيه صندوق انتخابات، التحالف مع ترامب ونتنياهو بقى يخسر، وكلها بالدلائل، كلها بالدلائل. الاول كان الاوروبيين، الاول ده اللي من فتره قريبه جدا، بيطمحوا انه تدعمهم امريكا واسرائيل اي حزب لانهم لوبي قوي جدا. لكن الان اوروبا الوضع اتغير، عارف، اول مره، ثاني مره، ثالث مره، انما لما المشاهد تتوالى فخلاص بيترسخ يقين. ميلوني رئيسة وزراء ايطاليا، واللي لو بدأنا نعد مواقفها السلبية هنخلص الحلقة. وقت الطوفان شخص في منتهى انتهازية وفي منتهى، قول زي ما انت عايز عنها تقول، قول زي ما انت عايز عنها تقول. شفنا منها كل المواقف وتنحاز. وبص حضرتك اراجوز بتمثل اليمين في ايطاليا، صديقه مقربه جدا لترامب ونتنياهو، ما قدرتش تكمل في المشوار، مش لان اخلاقها ناحت عليها ولا ضميرها مش قادر يكمل، لا، لانها بتخسر. خسرت الاستفتاء في ايطاليا وعرفت انها خلاص هتنتهي. الاستفتاء كانت عاملاه ان رئيس الوزراء ينتخب من الشعب وتوسيع الصلاحيات. بعد الهزيمه في استفتاء حاسم، ميلوني تبدا رحله اعاده ضبط المسار السياسي. اقترحت الاقتراح على الشعب. طبعا عندناش حد بيخسر لا استفتاء ولا في. المهم فكانت عامله الاستفتاء ان رئيس الوزراء ينتخب من الشعب وتوسع صلاحياته، فخسرت الاستفتاء. فدلوقتي بتغير من سياستها لانها تنزل انتخابات، لان المشكله مش لوحديها، هي بتمثل حزب، بتمثل اليمين. فانت النهارده اتعد لي عشان احنا هنخسر، لان في شعب تغيرت البوصله بتاعته. وهذا كله حدث بعد ايه؟ بعد الطوفان. فالنهارده وقفت تجديد الاتفاقيات العسكريه مع اسرائيل. يعني مشهد ايطاليا عملت خدها مداس لاسرائيل، وشفنا وقت الطوفان خدت اكتر من 30-40 موقف ازبل من الزباله. رئيسة الوزراء الإيطالية تعلن تعليق اتفاقية التعاون العسكري مع إسرائيل. دي ميلوني لن تتوقف عند ده في محاولة مش عارف أقيمها بشكل عميق لأن ما عملناش، يعني ما درسناش الموضوع قوي، لكن محاولة حثيثة جدا إنها تعدل مسارها السياسي عشان هتخسر. والاستفتاء كان اكبر رساله. لم تكتفي بكده، خرجت تهاجم ترامب بسبب البابا. Quello che ho detto è quello che penso, che le dichiarazioni in particolare sul pontefice fossero inaccettabili. Ho esprimo la mia solidarietà a Papa Leone. Le dico di più, francamente io non mi sentirei a mio agio in una società nella quale i leader religiosi fanno quello che dicono i leader politici. Diciamo non in questa parte del mondo, ecco, per cui non sono stata d'accordo e ve l'ho detto. Chiaramente la situazione internazionale è una situazione che bisogna continuare sulla quale bisogna continuare a lavorare per mandare avanti i negoziati di pace e fare ogni sforzo possibile per stabilizzare la situazione e riaprire lo stretto che per noi è fondamentale, chiaramente non solo per i carburanti ma anche per i fertilizzanti, altro elemento fondamentale per il settore del quale parliamo oggi. لو تتذكروا بفضل الله وتوفيقه وحده، ملناش اي يد في هذا. منذ بداية الطوفان قلت لحضراتكم انه الصدمة المدوية اللي حصلت خلت الكيان يحرق سفن كتيرة جدا. اعتقد الجملة دي اللي بيتابعني حتى يعني على فترات سمعها مننا اكثر من مرة. اضطرت انها تحرق سفن، وسفن ما كانتش واضحة بتخدم عليها من تحت لتحت، وفي اللوبيات وفي المجتمعات الاقتصادية والاجتماعية والجامعية
وشفنا يعني الحوادث اكتر من ان هي نحصيها الان. ليه؟ نتيجة الصدمة اضطرت تكشف اوراق كتيرة جدا جدا جدا، فحرقت في سنتين اللي ما حرقتوش في من سنة 48. فشفت كمية خلايا نائمة وعارف، ونتيجة العصبية الشديدة ضغطت على حلفائها واستخدمت كل اوراق الضغط عشان حقيقة المشهد بتاع الطوفان. ففي سنتين حرقت حاجات كتيرة جدا جدا، وضغطت حلفائها انه يأيدوها في توقيت كانت الشعوب لأول مرة بتاخد ذلك الموقف الاستثنائي مع القضية الفلسطينية التي كانت قاربت على الدفن. يوم 6 احنا بننسى، بس 6 اكتوبر 2023 كانت الدول العربية تمارس الفحشاء علنا على الشاشات 24 ساعة مع إسرائيل. علنا بحرينيين يرقصوا ويسكروا مع الإسرائيليين في ذكرى النكبة، الإماراتيين فاتحينها بالدعارة للإسرائيليين بلا أي مبالغة. نتنياهو بيطلع عاوز خده كده ويقول لك كلهم كلاب والسلام ما قبل السلام والبتاع. البحرين ما بتنامش عشان تخدم على إسرائيل، صح؟ عندنا الإقسام وكل حاجة بقت لونها لون علم إسرائيل، وأمن المواطن الإسرائيلي وأمن المواطن الإسرائيلي، وإحنا خدامينك في صفقة القرن. لحد 6 أكتوبر كانت بقول لك ممارسة الفحشاء علنا مع إسرائيل في الوطن العربي المنتهك حتى الدجى. فما لا تسأل بقى عن العالم الغربي. أنا بتكلم على 6 أكتوبر 23، تاريخ مش بعيد. إحنا النهاردة 14 إبريل، لسه ما كملناش 3 سنين. تاريخ ليس بالبعيد. 6 أكتوبر كان كله ماشي بالعصاية، اقلع البس البس، نام نوم العازب، اعمل عجين الفلاحة، اعمل بتاع كله. والعرب كانوا أشد إخلاصا وانصياعا، والمنطقة كانت بتتحول لبزراميط. أقل من 3 سنين. ميلاني تخيل، ميلاني صاحبة يعني تصريحاتها كان ترفع الضغط عندك 180. السفينة اللي ما حدش يقدر يستقبلها في العالم إيطاليا تستقبلها، حتة السلاح اللي مش لاقيها إسرائيل وقت الطوفان إيطاليا تعملها. كل حقيقة يعني نقيصة ارتكبتها. ادي ميلاني دلوقتي. ترامب بعد كلامها قال انه اتخدع فيها خلاص، ورجع لها جواباتها والطوابع وكل حاجة، وعمل ديليت للصور وخلاص. لما بقتش صاحبتي خلاص، ما بقتش صاحبتي خلاص، ما بقينا صحاب. لم تعد هي نفسها. اتغيرت يا ميلاني، اتغيرتي والايام غيرتك. والله خيبتك التقيلة هي اللي خلت صحابك يهربوا منك هروب السليم من الاجرب. انتقد الرئيس الامريكي دونالد ترامب بشدة الثلاثاء رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني لرفضها انخراط بلادها في الحرب على ايران، واعرب عن صدمته وخيبة امله من افتقارها للشجاعة. كل اصحابك باعوك يا سكموني، كل اصحابك باعوك. وقال ترامب في مقابلة مع صحيفة كوريري ديلا سيرا الايطالية الشهيرة: هل يعجب الايطاليين ان رئيسة حكومتهم لا تساعدنا في الحصول على هذا النفط؟ يا جماعة في احيانا ترامب بيقلب لاسلوب شحاتة مقيت جدا. هل يرضيهم هذا؟ يرضيهم. لا استطيع تخيل ذلك. بشوقك بقى. انا مصدوم يا عم، براحتك، احنا مال اهالينا. كنت اظن انها تتحلى بالشجاعة لكني كنت مخطئا. هي لو مش عارفة ان شعبها وكل التقارير اللي على مكتبها بتقول ان شعبها ان هي صحوبيتك معاها وصحوبيتها مع نتنياهو بتخسرها، كانت عملت كده. كلهم جبرة وكلهم خانوك وكلهم بتاع. ناقص بروتس دي برضو قلناها لحضرتك، قلت لك يعني اقترب جدا من اللحظة اللي هيطلع يقول يلعن سيرة نتنياهو. ترامب في موقف جنوني جدا. كان لسه قبلها بيسأل عن الدول اللي هتدخل معاه الحرب. مين هم؟ كل شويه يقول لك اصل احنا قربنا نعمل اصل قال لك انا مش محتاج حد. طب ما تصدعش امنا بقى وكمل في مشوارك. Anticipation, Mr. President, that other countries will assist in this effort to blockade Iran and those. Yeah, other countries are going to also. Which countries, sir? We don't need other countries, frankly, but
they've offered their services. We'll let it be known probably tomorrow. Has the blockade started, sir? Yeah, it started at 10 o'clock. بدأ الحصار يا ريس؟ بدأ. الله محسنا بيه الصحفيين. هو بدأ فعلا؟ بدأ. قال لك بدأ. سماش بيه. الصين خرجت. مين الصين؟ انا ما شفتهاش. ما شفتش الصين. قال لك ما شفتش. دي قعدت تمر، يعني بدأت اول طرف فيها بدأ، بعديها الطرف الاخير من البارجة الصينية حقيقة عدى بعد 7 دقايق. قال لك ما شفتش الصين. بس الحصار بدأ الحمد لله. احنا كنا قايلين انه ما كنتش بدأ. قال لك بدأ. طيب ليه تاني رئيسة وزراء ايطاليا انقلبت ذلك الانقلاب؟ لان حلف ترامب وكيان حلف خسران في كل العالم. حلف خسران في كل العالم. امبارح ضربنا امثله بكندا والمجر وغيرهم. ده مشهد من اللي تعرضت له ميلوني وخلاها تقول حق برقبتي، انا هنتهي، لازم ابعد عن الاثنين. حقيقه اثنين عوكل عوكل تمشي على ترامب كويس جدا. نتنياهو تمشي عليه ايه؟ تمشي عليه هنشوف له حاجه. المهم شوف اللي حصل لها في البرلمان الايطالي عشان تعرف ان التحول مش نتيجه ضمير، نتيجه هرس. Signora Presidente del Consiglio, la vedo nervosa. Molto nervosa, signora Presidente del Consiglio, molto nervosa. Lei dice che l'opposizione non ha il coraggio di chiedere le dimissioni. Io ce l'ho il coraggio, andiamo a votare subito, non abbiamo problemi, signora Presidente del Consiglio. Lei è testardamente miope nel non vedere dove sta andando questo mondo, un mondo in cui la logica della guerra di 2 criminali, perché per me non è solo Netanyahu criminale, è anche Trump, perché quando si bombardano infrastrutture civili, scuole, violi la Convenzione di Ginevra e sei un criminale di guerra a tutti gli effetti. Ma non lo dice Alleanza Verdi e Sinistra, pensi un po', lo hanno detto anche i repubblicani americani, che stanno cominciando a pensare all'impeachment rispetto a un presidente degli Stati Uniti d'America di cui lei non riesce a distinguersi minimamente. Lei non è riuscita ad esercitare una funzione di critica, sì, anche con la condanna, con questa politica estera. Ma ieri Netanyahu ha bombardato residenze civili, 200 morti, così come se niente fosse. E voi che dite? Che fate? Avete il coraggio di prendere dei provvedimenti? Perché contro gli stati canaria giustamente si adottano le sanzioni. Ma per noi chi fa quella roba là è uno stato terrorista, perché chi uccide donne e bambini è un terrorista. Abbiate il coraggio di difendere la storia della politica estera. أما ورد لها أوسخ ملاية. قال لها ترامب ونتنياهو مجرمين يا حبيبتي. ترامب ونتنياهو مجرمين يا حبيبتي، واللي بيقتلوا دول اللي بيطلق عليهم إرهابيين. لا يا حبيبتي تعالي نروح للتصويت بقى تورينا مقامك. كده بالظبط، خناقة في حارة شعبية، في أصغر حارة شعبية. تعرف الإيطاليين، أنا قلت لك طيارات إيطالية مزعجة جدا. لأن الإيطاليين زينا كده، زي المصريين كده صوتهم عالي جدا. كان لهم صوت عالي وبتاع وكذا، فطياره بتجيب صداع لطاقم الضيافه. كان عندي اصدقاء في طاقم الضيافه شغالين على ايطاليا، شركه خاصه، يقول لي ريحه ايطاليا يا نهار ابيض، تاخد لها البنادول مبكرا من الطياره. ده كده عادي في الضحك والهزار والفرفهه. ده انا بس مجرد مثال عشان تعرف انه ترامب ونتنياهو بقوا سبه. ترامب تنبأ يا جماعه، والله ترامب تنبأ وقالها مرتين. قال انا عشت حياتي كلها اللي كانت اسرائيل تقول عليه كلمه حلوه يصل في السياسه لمدى بعيد. النهارده اللي بيكتشف علاقته باسرائيل او معه باسرائيل يكاد يفقد مشواره السياسي. قالها ترامب ذاته. لكن ترامب اللي ابتزاز وحش واستدهات مؤلمه ربنا ما يكتبها الا على المجرمين واللي عايز يهتك سترهم. فترامب قالها بنفسها وهو بيمارس نفس الخطيئه نتيجه الابتزاز. ميرتس يا جماعه، ميرتس اللي قال ان اسرائيل، المستشار الالماني اللي قال ان اسرائيل بتقوم بالعمل القذر نيابه عنه وهو حاطط رجل على رجل، لم يقولها مره قالها مرتين. النهارده ميرتس بيكتب تويته بيقول انا اتصلت بنتنياهو واعترضت على اللي بيعمله في الضفه الغربيه. ايه اعترضت؟ ده تحول دراماتيكي. هتقول لي هي ده اللي عمله ميرتس؟ حضرتك لو عارف المانيا وعارف كيف تدار المانيا ومتابع التصريحات الالمانيه تكتشف ان ده يعني وكانه انقلاب.
انا قلق بشده بشهاده تطورات الارض الفلسطينيه. في مكالمه مع رئيس الوزراء اوضحت بوضوح لا يجوز ان يكون هناك ضم فعلي للضفه الغربيه. بص اللي بيحصل، مفيش اي كلام على ده خالص في اعلامنا على الاطلاق. يعني قلت ايه؟ طب انتوا ايه ايران وقاعدين تفندوا لها؟ طب سوريا ولبنان وغزه والضفه حد بيعمل عشانهم حاجه؟ حد بيعمل عشانهم حاجه؟ اصل دول كذا وبدانا نؤطر للحكايه ونرجعها، واصل بيقولوا كذا واصل دول اسلامهم طيب سوريا ولبنان والضفه وغزه حد بيعمل لهم كل حاجه؟ فده ميرتس، ده تحول دراماتيك. سموتريتش، افكرك بميرتس اهو، بشكرك جدا يا عبد الله. بص ميرتس اللي النهارده بيقول لك انا بعترض، بص ميرتس كان بيقول ايه؟ عشان ممسوك من لغليغه، ومع ذلك خلاص بلغ السيل الزوبة الا في العالم العربي. ميرتس زمان 7. Oktober 2023 in Israel. Das wäre ohne das Regime in Teheran niemals möglich gewesen. Die Belieferung Russlands mit Drohnen aus Teheran. Ja, Drecksarbeit, die Israel da gemacht hat. Ich kann nur sagen, größten Respekt davor, dass die israelische Armee den Mut dazu gehabt hat, die israelische Staatsführung den Mut dazu gehabt hat, das zu machen. Am 7. Oktober 2023 in Israel. Das wäre ohne das Regime in Teheran niemals möglich gewesen. Die Belieferung Russlands mit Drohnen aus Teheran. Ja, Drecksarbeit. قال لك اللي بتعمله انا في غايه الاحترام من اللي بتعمله اسرائيل اللي بتقوم بالعمل القدر نيابه عندنا وطوفان ده كان بسبب طهران. النهارده ليس نتيجه لانه مش مسيطر عليه، وليس نتيجه لتغير قناعاته، ولا انه القذاره اللي بتنضح من جواه اتغيرت، لا على الاطلاق. لا على الاطلاق. الحكايه كلها صناديق انتخابات. فالشعب الالماني نفسه حصل له تحول دراماتيكي. فلا ميلوني قادره تقف قدام الشعب الايطالي، ولا ده قادر يقف قدام الشعب الالماني، ولا سانشيز هيقدر يقف قدام الشعب الاسباني، ولا اسبانيا اصلا قدرت تقف قدام برشلونه. فالاواني المستطرقه اللي هو نيويورك، انت لما كنت تبقى عايز سند مش عايز سند، انت حصل لك ربنا يعني غيبوبه ربنا ما يكتبها على حد. يوم 5-6 اكتوبر كنت شايف نتنياهو بيبرطع في الدنيا، صحيت بعديها بكام شهر لقيت نتنياهو كل وسائل الاعلام بتتحدث انه بيبحث على مسار للطياره عشان ما تعملش هبوط، وبيقلل المرافقين عشان ما يضطرش يتزود بالوقود، وعشان يعدي اجواء ما تجبروش على الهبوط والقبض عليه كمجرم حرب. هتصدق هتخش في الغيبوبه الثاني على طول، لانك عشت 60-70 سنه. المشهد ده لم ياتي في اسوأ كوابيسك او في اجمل احلامك لما تكون مش مؤمن ايمان عن يقين يعني. فده اللي حصل. سموتريتش خرج يردح لميرتس اللي يعني ما اقدرش اقول عليهم اصدقاء الامس، يعني دول واحد. في ليله يوم ذكرى الهولوكوست يجب على المستشار الالماني ان يحني راسه ويعتذر 1000 مره نيابه عن المانيا. يخرب بيت الابتزاز الذي لم يشهد له التاريخ مثالا. بدلا من ان يجرؤ على وعظنا بالاخلاق، احنا صيع يا ميرتس، احنا صيع يابا حول كيفيه تصرفنا تجاه النازيين. بص من جيلنا الذين قتلوا واغتصبوا وذبحوا وحرقوا النساء والمسنين في ابشع مذبحه ارتكبت ضد الشعب اليهودي منذ الهولوكوست المروع. كذب بواح. لم نقبل تعليمات من قاده منافقين في اوروبا. ميرتس بيتقال له منافق؟ قاره تفقد ضميرها وقدرتها على التمييز بين الخير والشر مره اخرى، وانتم الخير. الايام التي كان فيها الالمان يملون على اليهود اين يسمح لهم او يمنع من العيش قد انتهت ولن تعود. لن تجبرونا على الاقتراب من الاحياء اليهوديه مره اخرى، بالتاكيد ليس في ارضنا الخاصه. خد فشار. عودتنا الى ارض اسرائيل هو الرد، وطننا التوراتي والتاريخي هي الرد على كل من حاول ان يحاول تدميرنا، ولا نعتذر عنها للحظه واحده. عمي اسرائيلي تشاي بيردح له فعلا. قال لك اوروبا اللي ما بقتش عارفه تميز بين الخير والشر. انا ما شفتش فجر كده. الكل بقى فاهم يا جماعه ان اللي بيرتبط اسمه ترامب ونتنياهو دي بقت سبه كبيره، لا ينجح في انتخابات ولا هيكمل سلطه ولا هيشوف خير. الحكايه ملهاش دعوه بالاخلاق والمبادئ ولا العالم بيعود للمبادئ، لا. المانيا حتى في قضيه اسرائيل امام محكمه العدل الدوليه وعرضنا ده تخلت عن اسرائيل. ده مشهد لا يمكن الالمان مش مصدقينه.
نتنياهو على خطى ترامب مش قادر يحتمل، خرج في خطاب جنوني مهاجما اوروبا. אם לא היינו פועלים, השמות נתנז, פורדו, איספהאן ופרצ'ין היו עלולים להיזכר לדיראון עולם, ממש כמו אושוויץ, טרבלינקה, מיידנק וסוביבור. אבל אנחנו פעלנו, ועוד איך פעלנו, בשותפות היסטורית חסרת תקדים עם הנשיא טראמפ ועם ארצות הברית. מי העלה על הדעת לפני 80 שנה שטייסי חיל האוויר הנועזים שלנו וטייסי הצבא האמריקנים יגנו כנף אל כנף על המזרח התיכון, על ישראל, על ארצות הברית כמובן, ועוד דבר, אנחנו מגינים על אירופה. אירופה ששכחה כל כך הרבה דברים מאז השואה. היא יכולה ללמוד מאיתנו הרבה דברים, ובעיקר את הדבר העיקרי, את ההבחנה החדה בין טוב ורע, שמחייבת ברגע האמת לצאת למלחמה למען הטוב, למען החיים. אירופה שנשבעה לאחר מלחמת העולם להגן על הטוב, נגועה היום בחולשה מוסרית עמוקה. אירופה מאבדת שליטה על הזהות שלה, על הערכים שלה, על המחויבות שלה לשמור על הסיביליזציה מפני הברבריות. אבל את המחויבות הנצחית הזאת ישראל אינה שוכחת. יחד עם ארצות הברית ויחד עם מדינות נוספות, מדינות שאיתן אנחנו רוקמים בריתות שעוד ידובר בהן, אנחנו מגינים על עצמנו, בעצם אנחנו מגינים על העולם كله. احنا وامريكا شقاق النط، ودي مهمة جدا. احنا وامريكا شقاق النط مع بعض، خرجنا مع بعض في الشراكة التاريخية، وانتوا اوروبا بقيتوا بهايم. احنا بنحميكم. انا ما شفتش يا جماعة حماية بالاكراه، يعني انت اللي بتحميه ده قاعد يقول لك يا حيوان انت ارهابي، انا مش عايزك تقرب لي. لا انا بعمل الاجرام ده عشان احميك يا عم، انا مش عايزك تحميني. نتنياهو بيهاجم اوروبا والعالم اللي مش عاجبه الخير اللي هم بيقدموه ללעלם. ישראל עומדת עם ארצות הברית בחוד החנית של העולם החופשי. יחד קטשנו עד דק את משטר הרשע באיראן. משטר האייתולות ביקש לפתח פצצות גרעין ולייצר עשרות אלפי טילים בליסטיים קטלניים שנועדו להכחיד אותנו. הוא מימן וחימש את גרורות הטרור שלו ששאפו לחנוק אותנו בטבעת אש. במקביל הוא הפיץ אידיאולוגיה קנאית בכל היבשות, תוך הגדרת המערב כאיום קיומי. הוא חשב שהוא יעשה זאת באין מפריע, אך לא עוד. עמנו למד את הלקח. שנה אחר שנה אני עמדתי פה. התחייבתי בעצרת יום השואה, התחייבתי לא נאפשר לאיראן לפתח נשק גרעיני. וכראש ממשלת ישראל הבטחתי, לא תהיה שואה נוספת. השנה מימשנו הבטחה זו הלכה למעשה. הנחתנו על משטר האימים באיראן את המכה הקשה ביותר בתולדותיו. המשטר הזה חלש מאי פעם. מרבית הנכסים הצבאיים שלו עבדו. אזרחי ישראל, במבט לאחור על השואה, מתעוררת במלוא חריפותה השאלה, מה היה קורה אילו? מה היה קורה אילו הייתה לנו מדינה בטרם פורענות? מה היה קורה אילו מדינות אירופה היו בולמות בזמן את הנאציזם המפלצתי, במקום לפייס אותו? מה היה קורה אילו בעלות הברית היו מפציצות את מחנות ההשמדה? אלא יקיריי, בהיסטוריה אין אילו. האסון הנורא קרה. תרחיש הבלהות התגשם. بقول لك أكبر عملية ابتزاز شهدها التاريخ البشري بأكمله من وقت عصر الكهف. أكبر عملية ابتزاز في التاريخ ده في ذكرى الهولوكوست. جبهة الداخلية سفارات الإنذار في المطلة شمال إسرائيل إطلاق صواريخ من لبنان. مصدر في مستشفى الشفاء ارتفاع عدد الشهداء إلى 5 في غارة إسرائيلية على مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة. لا حول ولا قوة إلا بالله. جيش الاحتلال إصابة ضابط بجروح خطيرة خلال عملية عسكرية في جنوب لبنان ونحقق في ملابسات الواقعة. مش مهم الملابسات، المهم القلعات. غارة إسرائيلية جديدة على محيط بلدة العباسية جنوب لبنان. سفيرة لبنان في واشنطن. رايحين للبنان يا جماعة هذا اليوم التاريخي صعب جدا يعني. أكدت الحاجة الملحة للتنفيذ الكامل لاتفاق وقف الأعمال العدائية. شددت على سلامة أراضينا والسيادة التامة للدولة على كاملة الأراضي اللبنانية. دعوت إلى وقف إطلاق النار وعودة النازحين إلى بيوتهم. وزيرة الخزانة الأمريكية التفويض المؤقت، شوف دي بقى، ببيع النفط الإيراني العالق في البحر سينتهي خلال أيام ولن يمدد. أهو عالق بقى، مالق، مارق، بيحطوا له تسميات، إنما إيران بتبيع نفطها. والنهارده اعترفت قالت احنا بعنا كميات ضخمه جدا جدا الفتره اللي فاتت، احنا بايتين على خميره حلوه.
قال لك التصريح ما وقفوش، عاملين الحصار ما وقفوش، قال لك سينتهي خلال ايام. وول ستريت جورنال عن مسؤولين اوروبيين: السفن الاوروبيه ضمن مهمه تامين الملاحه في هرمز لن تكون تحت قياده امريكيه. انت عارف ان في سفن خرجت في اسطول الحريه من جديد متجهه لغزه من اوروبا، وكل الدول العربيه رفضت انها تطلع السفن منها، حتى تونس اللي كانت تحركت منها سفن الحريه قبل كده. قيس سعيد منع السفن تتحرك، اتحركت من اوروبا في مهمه انقاذ جديده، محاوله الوصول لغزه اللي مصر بتاخد. هوريكم دلوقتي مصر بتاخد فلوس قد ايه. حاجه في منتهى الاجرام. خطه تامين الملاحه في هرمز عن مسؤولين اوروبيين هدفها منح شركات الشحن الثقه بعد انتهاء القتال. نرى دبلوماسيين فرنسيين: نرى ان مشاركه واشنطن في مهمه تامين الملاحه ستجعلها اقل قبولا لطهران. قال لك احنا مش عايزين امريكا معانا عشان ايران ممكن ما تقبلش ان هي تامن معانا الملاحه في هرمز بعد الحرب ما بتخلص. مش عايزين امريكا عشان ما نسيب ذكرها بيجيب ارتكاريه لايران، فاحنا مش عايزين امريكا معانا. ده مسؤولين فرنسيين. عراقجي اطلع نظيره التركي على تطورات وقف اطلاق النار ومفاوضات ايران وامريكا لانهاء الحرب. عراقجي اكد لفيدان دعم ايران للمقاومه المشروعه للشعب اللبناني في مواجهه المعتدين. بص بقى على ذكر غزه. كان في وثائق نشرها المخرج العزيز عز الدين دويدار عن الفلوس اللي بناخدها. ليه العالم بينقذ غزه؟ لان مصر بتاخد فلوس مخيفه. هبعت لك الصور عبد الله، نسيت انا قبل الحلقه اهي، على العربيات الاكل والشرب. قسما بالله انا ما يعني الواحد شاف كتير وقليل، ما شافش زي النظام المجرم المصري ده على الاطلاق، على الاطلاق. اهي بعتها لك. شوف انت قول لي، طب انت برر لي بمنتهى الهدوء كده. العصابه المجرمه اللي في مصر، الفلوس المهوله اللي بتاخدها على الاكل والشرب اللي رايح لاغلب خلق الله في ارضه، اغلب خلق الله في ارضه. يعني الناس اللي تعرضوا لزلزله لمده سنتين عندهم كميه شهداء وكم ارامل وكم يتامى غير مسبوق. فانت تاخد منهم الفلوس اللي زي دي. وارفق المساندات اللي جابها هعرضها لكم. هذه المرة موثقة بالأرقام والدليل. الصورة المرفقة هي صورة للقائمة الأصلية المعتمدة لدى مكتب العرجاني يوم 2 إبريل 26 حصلت عليها من مصدر مباشر في مصر ينسق دخول البضائع والمساعدات إلى غزة عبر التنسيق مع العرجاني الذي يتحكم في المعبر والطرق والشاحنات. القائمة توضح أسعار التنسيقات الضخمة التي يتقاضاها محمود السيسي. طبعا العرجاني ده مجرد وجهة عن كل شاحنة تمر من المعابر لغزة. كمثال شاحنة الرز أو الزيت أو السكر أو المكرونة أو الطحين يتقاضى العرجاني مقابل السماح بدخولها لا يشمل ثمن شيء، فقط إتاوة الدخول والمرور. رز أو زيت أو سكر أو مكرونة أو دقيق ياخد 43,000 دولار. شاحنة غاز الطبخ يتقاضى العرجاني إتاوة يا جماعة، ده مش تمن، يعني مش هو بيوفر الغاز ولا بيوفر الرز، هي الشاحنة جاية بياخد عليها إتاوة 122,000 دولار. شاحنة حليب أو جبنة أو لحوم أو بيض يتقاضى إتاوة عليها 66,000 دولار. شوف القوائم اللي تحصل عليها واللي نشرها وأنا عملت لها ريتويت أهو. الرز بص 130,000، الطحين 130,000، السكر 130,000، زيت الطعام خضر وفواكه طازجة 65,000، فواكه مجففة 65,000، غاز الطبخ 370,000. هو بقى من المعبر 2/4/26 2/4/26. الصورة الأوضح يا عبد الله لو تكرمت أهو بالشيكل، الأسعار دي بالشيكل. ها 130,000 للرز حوالي 42,900 دولار، 130,000 للطحين، الجبنة 200,000 66,000 دولار. تخيل يعني أي كرم ربنا ممكن يكرم بيه عصابة زي العصابة دي، بتتاجر في اللحم الحي، بتتاجر في الدم،
فالعالم بيتغير واحنا في نفس الوساخة، احنا في نفس الوساخة والقذارة. يعني قول لي مبرر للإجرام ده ايه غير انكم انجس عصابة مرت في تاريخ مصر. حسبي الله ونعم الوكيل.